سؤال خطير. هل سألت نفسك في يوم ليه ربنا سبحانه وتعالى قبل توبة سيدنا آدم ولكنه رفض إبليس وطرده من رحمته؟ القصة دي مش مجرد حكاية قديمة، دي رسالة لينا إحنا النهاردة. لو فهمتها حياتك كلها هتتغير. قبل ما نبدأ اعمل لايك، سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تقول في التعليقات لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما ربنا خلق سيدنا آدم أمر الملائكة وإبليس إنهم يسجدوا سجود تكريم، فسجدوا كلهم إلا إبليس، استكبر واعترض. آدم نفسه غلط لما أكل من الشجرة، لكن الفرق بين الاتنين كان عظيم جدا، والنتيجة غيرت مصيرهم للأبد. آدم غلط لكن كان ذنبه ضعف بشري. أول ما حس بغلطه رجع لربنا وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده بقى الأمل لما ما كانش الغلط. إبليس بقى ما اعترفش ولا تاب، بالعكس اتكبر وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فرق بينهم بيعلمنا حاجة خطيرة: ربنا بيغفر أي ذنب مع التوبة، لكن الكبر والاعتراض هو اللي بيطرد من رحمة الله. ممكن تغلط مليون مرة، لكن لو رجعت لربنا وتبت باب الرحمة مفتوح. لكن لو عملت زي إبليس وقلت أنا صح وأنا أحسن، يبقى الخطر الحقيقي هنا. الخلاصة: سيدنا آدم لما غلط قال سامحني يا رب، فربنا غفر له وكرمه. إبليس لما غلط قال أنا خير منه، فربنا لعنه وطرده. فأنت اختار طريقك، طريق التوبة ولا طريق الكبر؟ لو الفيديو أثر فيك شاركوه مع غيرك، يمكن يكون سبب في هداية إنسان. واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل ليك كل جديد، وما تنساش تكتب في التعليقات لا إله إلا الله محمد رسول الله. هارت.